ولكن تبقى المهمة الرئيسية في إنقاذ الأرواح. نحن حريصون على الضحايا المدنيين وعلى دماء العسكر كذلك، ولهذا هدفنا واحد، وينبغي أن لا يصار إلى السجال والجدال، بل إلى الاحتكام إلى لغة العقل والذهاب إلى تشخيص الخطأ وإيقاف استخدام الأسلحة الثقيلة الآن إلى حين الوصول إلى النتائج. كل التصريحات التي صدرت بهذا الاتجاه ينبغي أن يصار إلى مراجعتها، لأننا اليوم قلنا في البرلمان الحكومة وهذا الشعب، البرلمان انطلق من الشعب، ومن رحم البرلمان جاءت الحكومة، وبالتالي نحن حالة واحدة. المسألة لا تحتاج إلى أن يكون هناك رد وبدل وأن يكون سجال سياسي. نحن كلنا رئيس الوزراء العراقي تحرير الموصل بأقل الخسائر. تصريحات رئيس الوزراء العراقي يقول فيها بأن هناك من يريد أن ينسب الانتصار الذي حقق حتى الآن في معارك الموصل لنفسه. من كان يقصد؟ يعني أنا أتمنى على السيد رئيس الوزراء وعلى كل الأخوة الذين يصرحون أن يحددوا، لأنه في الفترة في الساحل الأيسر استطاعت القطاعات أن تخلق جو مناسب وعلاقة جيدة مع أهالي الموصل، وبالتالي ينبغي الحفاظ على هذه العلاقة وعدم خسارتها. ردم الآخر بهذه الطريقة بتصريحات سياسية وتخوين الآخر أنا أعتقد مو صحيح. السجال السياسي مو وقته، لأننا كلنا اليوم أمامنا عدو شرس وحشي ينبغي قتل الكل وإحراق الأرض والنسل، وبالتالي لماذا هذا السجال ولماذا هذا الجدال؟ وإذا كان هناك من يبغي مساعدة داعش فكلنا مع رئيس الوزراء يضرب هذا الواحد، لكن من هو؟ أنا أتمنى أن يسميهم ويقول الجهة الفلانية حتى ندعمه ونكون معه ضده. نعم. طيب، هذا السجال السياسي والاختلافات والتباين هذا في الرؤى، هل سيؤثر على المعارك الدائرة؟ إذا بهذه الطريقة نعم، ونحن لا نتمنى أن تصل هذه السجالات إلى المقاتلين وإلى الناس الذين على الأرض. ينبغي أن يصار إلى احتواء الأزمة بطريقة عقلانية سياسية من القيادات العليا، وإنصاف كل ذي حق حقه، والذهاب إلى التحقيق بالتنسيق مع التحالف الدولي كي لا يصار إلى الإثارة وإشغال المقاتل عن مهمته الرئيسية.